السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ورجعنا لكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا، وإن شاء الله النهاردة ده الجزء الثاني من الفيديو اللي نزل من كام يوم عن الأخ بتاع السلكات اللي احنا قلنا عليه من الوراق. تمام، قلنا عليه من الوراق وعامل مشاكل كتير جدا وناس كتير جدا ليها عنده فلوس. طبعا بفضل الله وطبعا لله الحمد والمنة، يعني إن الفيديو اتى بثماره فعلا يعني. تمام. فطبعا اكتر من حد كلمني وقال لي ابو هاجر انا ليا عنده فلوس وهو مدوخني فعلا، وده وده وده. قلت لهم اتواصلوا معاه. تمام. وطبعا احنا في الفيديو ما ذكرناش اسامي، لكن المره دي انا هذكر اسمه يا جماعه. المره دي انا هذكر اسمه لاني بعض الاخوه اللي موجودين ورش السلكات او مصانع السلكات اللي في الوراق زعلوا واتصلوا بيا وقالوا لي يا ابو هاجر، يعني احنا بنتقي الله مع الناس، ورغم اني ماليش بينهم علاقه، والله ما فيش بينهم علاقه. تمام. بنتقي الله مع الناس وبنحاول قدر المستطاع ان احنا نوفي الشغل في وقته. تمام. ليه تعملها جماعي؟ قلت لهم لا، هنزل فيديو ونوضح فيه ونقول اسمه. طبعا يا جماعه الاخ اللي مدوخ الناس كلها بقاله هو داخل في ال3 سنين، الناس كلها جابت اخرها منه، هو علي اشرف. علي اشرف. تمام. وللعلم يا جماعه انا بعز علي، انا بعز علي على المستوى الشخصي. علي زمان لما انا عملت له فيديو انا وابو مريم التونسي كان افضل صانع سلكات في مصر. تمام. وانا ما بتكلمش في جوده الشغل بتاعت علي، تمام، بتكلم في الكذب والنفاق. تمام. والمواعيد المضروبه، ولو انت ما سالتش ما بيتصلش بيك. يعني لو انت دافع مثلا عربون 4000 جنيه وخدت ميعاد واتكلمته مره اتنين تلاته وزهقك وبطلت تتصل بيه، هو مش هيعبرك ولا هيقول لك خد حقك، يعني مش عاوز يسلم شغل. طبعا فحصل مكالمه من اخو علي احمد اشرف. تمام كده. هم منفصلين عن بعض يعني، انا ما كنتش اعرف ده، رغم ان علي قايل لي احنا رجعنا الشراكه تاني مع بعض والورشتين شغالين. الورشه اللي في شارع 10 اللي هي ورشتنا القديمه، ودي انا رحتها بالمناسبه يا جماعه قبل كده زمان. تمام. قال لي والورشه بتاعتي اللي هي موجوده على الدائري. قلت له يعني انتوا كده شاركتوا بعض انت واحمد يا علي؟ قال لي اه شاركنا بعض. فلما جيت في الفيديو اللي فات انا ذكرت الله اكبر الله اعظم، العصر طبعا بيأذن. تمام. فطبعا لما انا ذكرت وقلت يا جماعه الوراق شارع 10، انا ذكرت ليه؟ ده على كلام علي، لان هو قال لي رجع تاني بقى الورشه القديمه شغاله تبعه شراكه هو واخوه. تمام. ده كلام علي اللي قايله لي يا جماعه، والبينه على من ادعى. تمام. والورشه الكبيره اللي هو عاملها على الدائري موجوده. يعني كده يا عم احمد الاتنين شغالين. تمام. واي حد يابا هيجي من طرفك احنا مش هنقصر معاه. طيب يعني ايه حد من طرفي دي يا جماعه؟ وانت مستفاد ايه يا ابو هاجر؟ يا باشا انا مش مستفاد حاجه، قسما بالله ما مستفاد حاجه. مستفاد ان انا راجل منشئ محتوى او بقدم محتوى. علي ده ظهر معايا في فيديوهين. علي ظهر معايا في فيديوهين، فيديو بقاله كتير جدا جدا، وده زمان. تمام. ظهر عندي وعند ابو مريم التونسي. تمام. وبعد كده حاله اتعوج لما ربنا من عليه وبقى ما شاء الله نمره واحد في مصر في صناعه السلكات. كالعاده ما قدرش يحافظ على الملك اللي ربنا اداهوله. تمام. ابتدى ان هو يتلاعب بالناس في مواعيد وفلوس وخامات وكل حاجه. تمام. وبالتالي ما بقيناش نزكي للناس. طب هل انت بتاخد كوميشن يا ابو هاجر من الحوار ده؟ لا يا فندم والله العظيم. يعني هو نفسه علي قال لي يا ابو هاجر لو انت عاوز تحط نفسك على السلاكه يا فندم انا مش سمسار والله، انا مش سمسار. يا عم ازاي؟ هو قال لي كده قبل كده. يا عم ازاي؟ ده سين من الناس بياخد 10 جنيه على العين ويجيب لي زباين، وده بياخد 15، مالكش علاقه اكسب. قلت له يا باشا الله يكرمك، انا ربنا موسع عليا وعندي شغلي وعندي حالي، انا اللي هتدهوني وفره للناس. اقسم بالله ده اتقال، اقسم بالله اتقال عليه اللي هتدهوني انا وفره للناس. يعني لو انت عاوز تدي لاحمد ابو بكر 10 جنيه، واحد هياخد منك 12 سلاكه، تمام، شيل له من سعرها 120 جنيه وانا راضي. قال لي يا عم الله يبارك لك، ده فلان الفلاني وحد مشهور ماشي كده وبيسافر بره ويجي ويروح وهنا بيجيب لي شغل وبياخد على السلاكه 10 جنيه و15 جنيه والله على العين، على العين الواحده. قلت له ماليش علاقه بحد ومش عايز اعرف. تمام كده يا جماعه. انا مستفاد ايه؟ مستفاد ان المتابعين اللي بيتابعوني اللي بيصدقوا احمد ابو هاجر ويثقوا في كلمه احمد ابو هاجر، لما انا ازكي لهم حد يخش او هو يخش يقول لي انا عاوز سلكات كويسه يا ابو هاجر، اقول له روح لسين من الناس.
وعلى فكره يعني اي حد جاي لي من عب الجيزه ويقول لي عاوز سلكات ابعته لعلي اشرف، كنت بعمل كده. اي حد جاي لي من عندنا بقى من القاهره من تحت، مطريه، عين شمس، عزبه النخل، مرج، قليوبيه، من الظهر، مستورد، الكلام من ده، ببعته لعلاء شعبان. عشان علاء شعبان فاتح ورشته فين؟ بعد المرج الجديده تقريبا، في القلق او في الجبل الاصفر، تمام كده. لكن انا مش بوجه الناس لعلي بعينه. احنا لينا ايه كلنا؟ ان الناس تحب الهوايه، الناس تفرح بالهوايه. تخيل نفسك انت كده جايب حمام ب 5 6000 جنيه، وجايب سلكات ب 2000 3، تمام كده، والحمام وصل لك بس السلكات ما وصلتش. انت متخيل الصدمه اللي انت فيها؟ متخيل زهوتك وفرحتك ما بقتش موجوده؟ متخيل دي؟ انت بتكسر فرحه الناس. فاحنا نزلنا الفيديو ده ووضحنا واكدنا للناس ان يا جماعه صاحب الامر وصاحب المشكله هو علي اشرف. طيب نكمل بقيه الحكايه. طبعا اللي حصل كالتالي: لما علي ابتدى يخرف وابتدى ان هو يعطل الناس ويبهدل الناس، تمام كده، ويدوخ الناس، ابتدت الشكاوي تزيد. راح ابو مريم التونسي مسح الفيديو بتاعه، وانا مسحت الفيديو بتاعه، تمام كده. ليه؟ لان احنا كنا حاطين اسمه. طب احنا كنا واخدين فلوس وعاملين اعلان؟ لا يا فندم، عاملينها لوجه الله، تيسيرا على عباد الله، سواء المتابعين او ان احنا ربنا يجعلنا سبب في رزق واحد زي علي او غيره، تمام. المهم قعدنا فتره ماليش علاقه بيه، واي حد يقول لي سلكات اقول له والله ولاد عبد واحد كلهم واحد. يقول لي ازاي؟ اقول له في فلان وفلان 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 وفلان، تمام. سالني عن حد بعينه اقول له عيوبه ومميزاته، تمام. احقاقا للحق، احقاقا للحق، تمام. افضل لحام سلك شفته هو لحام علي، وطبعا اخوه احمد، يعني هما الاثنين المفروض يعني صناعيه زي بعض، تمام. افضل لحام سلكات ما بيطرقعش، تمام. لكن جوده علي في الالكتروستاتيك اللي هو الرش احيانا بتبقى حلوه احيانا وحشه، تمام، لانه ساعات الحديد بيبقى مصدي، وده ظهر عندنا في بعض الحالات، وعند ناس ان الارضيه صدت، تمام. ده احقاقا للحق، ماشي كده. طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جه سنه ما بقتش ازكيه لحد خالص، ولا بقيت اقول هات من ده، ماليش علاقه. اقول له ما اعرفش، اي حد يسالني اقول له ما اعرفش، لحد ما لقيت مكالمه من علي بنفس النص كده: يا عم احمد انت ما بقاش يجي لي زباين من عندك خالص، انا حالي وقف، والله العظيم الدنيا عندي اتلخبطت وبيتي مش مفهوش والدنيا والحكايه. قلت له يا علي انت ما بتتقيش ربنا، يا علي انت بتكذب على الناس، يا علي انت بتتنفس كذب، يا علي انت كان في ايدك نعمه وربنا كان مديك نعمه وسلبها منك عشان انت ما اتقيتش ربنا مع الناس. قال لي يا عم والله انا عارف ان انا غلطت، وعارف الدنيا خانتني والدنيا خدتني ولهو الدنيا، وايه انا خلاص دلوقتي ورشتي ما بقاش فيها ايه، بنتة لحام شغاله. طب اقدر اساعدك ازاي يا علي؟ قال لي يا عم عهدك قدام الله، هو ابعت لي شغل ومش هنقصر ناس معاك، مش هنقصر مع الناس بتاعتك. قلت له يا علي مفيش مشكله، رزقي ورزقك على الله. اي حد يا باشا هيسالني عن سلكات انا بديله رقم تليفونك. لو انا عايز بقى كوميشن، ما انا هركب في المصلحه يا جماعه، صح كده؟ مش هوصل ده بده، لا انا ماليش علاقه، ماليش علاقه خالص، ولا احب اتدخل في الكلام ده. واي حد عارف الكلام ده من متابعين يعني، واي حد اشترى من علي سلكات او من غيره قول له هل احمد ابو هاجر كان راكب فوق راسك وقال لك لا انا اللي هتصل لك وهجيب لك؟ استحاله يا فندم، تمام. مش اخلاقي دي، ماشي. المهم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قلت له ماشي، وابتدى بفضل الله بقى يجي له شغل، وبقى كل شويه الله يبارك لك يا عم احمد انا في فلان جالي من طرفك خد 20 عين ولا مش عارف 24 عين واستلموا من امبارح. انا قلت اطمنك يا عم، انا مالي، مش عايز اعرف، تمام. بل الانسان على نفسه بصيره، انت اللي بصير على نفسك يا فندم، ده شغلك ورزقك ورزق عيالك، حافظ عليه، تمام. المهم ابتدى يتظبط، ايه عايزين نعمل لك حاجه جديده. قلت له طب بص يا علي والله العظيم ولا كان في الترتيب ولا كان في الحسبان. عاوز تعمل ايه يعني؟ قال لي عايزين نجدد لك السلكات دي. قلت له طب بقول لك ايه يا علي وانت معايا كده؟ قال لي في ايه؟ قلت له عندي شقه فاضيه ما بستخدمهاش غير فيها ايه، اوضه فيها عده الشغل بتاعتي، انا شغال في المعمار يا جماعه، عده الحدادين وعده النجارين والبنايين والكلام من ده، وهي في الدور الثاني في القريب، فبطلع العده كلها فوق، تمام. وفيها فاضي كتير، ايه رايك احط فيها ايه، مش عارف 24 عين ولا 30 عين؟ قال لي 10 على 10. قلت له طب بقول لك يا علي اعمل لي 24 عين. قال لي عايزهم؟ قلت له اعمل لي 24 عين كويسين. عمل لي 24 عين الراجل، وجي ركبهم، تمام، وظهر في فيديو معايا وشاف والناس ايه، قلت لهم علي اشرف اللي عامل الحاجه دي.
وابتدى الشغل ينزل عليه زي المطر، ورجعت ريما لعادتها القديمه. مم. تمام كده يا جماعه. برضه يأثر مع ده ويأثر مع ده ويأثر مع ده، واكلمه: يا علي يا علي لوجه الله حمام الناس بيموت، يا علي عيب، يا علي اتق الله مع الناس. يقول لي حاضر يا عم احمد، هي فلوس الشحن اهي يا عم احمد. ويقعد الحاجه اللي يقول عليها 4 ايام تقعد 40 يوم، الحاجه اللي يقول لك 10 ايام تقعد لها 4 شهور. يخرب بيت عقلك يا اخي، انت عملتها ازاي دي؟ ده انت خرقت قوانين الفيزياء كلها. فالله يهديه. فانا مش ضد علي، انا يعلم ربنا ان انا لما ذكرت وجمعت قلت الوراق كلها، ده كان امر مقصود في الفيديو الاولاني. ليه انا قصدته؟ لاني اكتر من حد تاني غير احمد اشرف كلمني. احمد اشرف ده اخوه، تمام. واحمد انا ما شفتش منه مشكله على المستوى الشخصي يعني، وما اتعاملتش معاه، رغم اني انا كلمت احمد من 3 سنين بسبب مشاكل علي، وهو في مكالمه تليفون قال لي كده بنفس النص: انا ماليش علاقه بيه، هو اخويا بس، ولا ليا علاقه بشغله ولا مشاكله، فلو سمحت يا ابو هاجر مش محتاج اعرف مشاكله. ودي مكالمه تليفون حصلت فعليا بيني وبين احمد اشرف، تمام. طب يا احمد اتدخل وامنع الضرر اخوك للناس. قال لي ماليش علاقه، انا عارف كل اللي بيحصل بس ما بتدخلش في حياته، احنا منفصلين عن بعض ومنقطعين عن بعض، تمام. ماليش دعوه بمشاكلهم الشخصيه، هو الكلام على الشغل يا جماعه، تمام كده. قلت له يا عم كتر خيرك، شكرا جدا يا احمد، رحت قافل السكه، وما بقتش اتصل باحمد خالص، خلاص انا رجعت لحد منك، تمام. المهم نهايه القول، انا كنت متعمد ان انا اقول الوراق واجمع كل الوراق كنوع من انواع الضغط عليه، لان الوراق فيها مش اكتر من 4 5 ورش سلكات، تمام. فانا كنت متعمد اعمل ده، ان هم يضغطوا بقى على علي يمنعوا ضرره اذى الناس. ده في الفيديو الاولاني يا جماعه. انا عارف انا بعمل ايه كويس الحمد لله، عمري ما برمي كلمه كده ورمي حاجه ومش عارف ايه مداها او بعدها قدام، تمام. فده كان فيديو النهارده يا جماعه، مشاكل وحوارات علي اشرف في السلكات، تمام. فانا بقول لك اهو، براحتك بقى. وهو الفتره ديت برضه ايه، جالي ناس كلموني بعد الفيديو ما نزل: يا ابو هاجر ده عمال يتصل بينا وعمال يستعجلنا عشان نستلم الشغل، وهو اللي عمال يزقنا وهو اللي عمال يعمل. طبعا هو عاوز يظهر للناس عكس ذلك، يعني ان احمد ابو هاجر افترى عليا وعمل. انا مش ضدك يا علي خالص، اقسم بالله يا علي، وانت عارف اني بعزك، وانت عارف اخر واحد انا بعته لك عم صلاح، تمام، انت عملت فيه ايه، وعارف كذبت على الراجل اللي ادى ابوك ازاي، وعارف الراجل اتبهدل بسببك ازاي، تمام. ولما اتصل بيك يا علي 7 مرات عشان اقول لك حمام الراجل بيموت اتق الله، تمام، ما تردش عليا، صح يا علي؟ وده عيب، فاهمني يا حبيبي؟ انا مش فارقه ترد او ما تردش والله، ولا يعنيني الامر في شيء، ولا اتدخلت في حياتك. الراجل قال لي عاوز واحد بتاع سلكات، انا شفت علي اشرف اللي جه عمل لك، ايه رايك فيه؟ توكل على الله هات منه، ولا حطيت نفسي يا علي ولا الكلام من ده. علما بان ان انت بتزود على الناس اسعار السلكات، ووصلني ان انت الحاجه بتحط لها 20 جنيه زياده عن السوق عشان الزبون جاي لك متقشر. احمد ابو هاجر اللي بعته لك، تمام كده. وده مش في اتفاقي معاك، قلت لك راضي الناس، كانك اديت لاحمد ابو هاجر كوميشن. سيبه للناس، خلي الناس تفرح، خلي الناس تحب الهوايه، خلي الناس تبقى مبسوطه بالحمام اللي جاي لها والسلكات، خليه يحس بزهوه المكان اللي هو عمله، تمام يا جماعه. فده كان فيديو النهارده حبينا نوضح فيه ان صاحب المشكله وصاحب الحوارات اللي حصلت هو علي اشرف، تمام. ورشته موجوده على الدائري في الوراق. وطبعا بطلب من كل ورش السلكات اللي موجوده في الوراق: اضغطوا يا جماعه على علي يرجع حقوق الناس ومال الناس وعرق الناس الشقيانه. وشكرا جدا على حسن المتابعه والمشاهده. كان معاكم اخوكم في الله احمد ابو هاجر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.